فوق السطح. يا ترى حصل ايه؟ احنا وقفنا في اخر الفيديو اللي فات عند اطول ليلة مرت على كعب بن مالك، الليلة 50 يوم كاملين. كعب عاش جوه مدينة، بيشوف الناس وبيشوفوه، بس كأنه مش موجود، كأنه شبح بيتحرك وسط بيوت أهله. الليلة دي بالذات كعب وصل فيها لأقصى درجات الانهيار. الدنيا كلها نايمة حواليه، بس هو مش عارف ينام. طلع وقعد فوق سطح بيته زي ما سبناه آخر مرة، ساند ظهره ويبص للسما، حاسس إن روحه بتطلع منه بالبطيء، حاسس إن الأرض اللي كانت بتشيله بقت بتعصره. وهنا آية نزلت فيه بتوصف إحساسه بدقة جدا، وصف رباني ما يقدرش أي بشر يكتبه. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. تخيل معايا الإحساس ده، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. لما تتقفل كل الأبواب البشرية في وشك، لما صاحبك وابن عمك ومراتك وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يمتنعوا عن الكلام معاك، ما بقاش قدامك غير باب واحد بس، الباب اللي ما بيتقفلش. النهاردة هنشوف ازاي الباب ده اتفتح، وازاي نزلت البشارة من فوق 7 سماوات. بعدها هنقف وقفة علمية تقيلة شوية عشان نطلع بأعظم كنوز تربوية من أعظم قصص السيرة النبوية. معاكم محمد صالح موكا، وده الفيديو الثالث والأخير من قصة كعب بن مالك، مدرسة التوبة. كعب قاعد على السطح بيصلي الفجر وهو بيعيط، وهو ساجد منهار في قمة ضعفه، وفجأة صوت من بعيد جدا بيشق هدوء الفجر في المدينة. راجل من الصحابة اسمه أبو بكر ابن عمرو ابن حزم سمع إن توبة كعب نزلت، فما استناش ينزل من الجبل ويروح له. ركب فوق أعلى قمة في الجبل وبأعلى صوت عنده وصرخ: يا كعب بن مالك أبشر. كعب أول ما سمع الجملة دي العقل استوعبها قبل ما القلب يصدقها. هو ما قامش ينط ويتنطط ويتبسط أبدا، أول حركة عملها كعب إنه خر ساجدا لله وانفجر من البكاء. بس دي ما كانتش دموع قهر زي 50 اليوم اللي فاتوا، دي كانت دموع النجاة اللي يمكن كلنا بندور عليها عشان نطلع من اللي احنا فيه. دموع إنسان كان عايش حياته بيغرق ولا إيد بتشده للدنيا تاني. الجميل هنا في تفاصيل الموضوع، الصحابة كانوا بيتسابقوا عشان يفرحوا كعب. واحد ركب حصان عشان يوصل له بسرعة، والتاني طلع فوق قمة جبل وبيصرخ. طبعا الصوت كان أسرع من الحصان. ولما الراجل اللي بشره وصل لحد عنده، كعب من كتر فرحته وإحساسه بالامتنان كان لابس ثوبين قلعهم واداهم للشخص ده هدية مكافأة. كعب كان بيقول: والله ما أملك غيرهما يومئذ. استلف هدوم من جاره عشان يجري ويروح على المسجد. فرحة خلته يتخلى عن يعني يمكن الحاجة الوحيدة أو أغلى حاجة كان بيمتلكها. المدينة كلها اتقلبت في ثواني. المدينة بالنسبة له كانت ساكتة في قبور لمدة 50 يوم. دلوقتي حالا الشوارع كلها بقت بتطلع حياة. الناس بتقابل كعب في السكة وبتاخده بالأحضان وبتهنيه بالتوبة. كعب دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد وحواليه المهاجرين والأنصار. أول ما كعب دخل قام رجل واحد من المهاجرين جري على كعب وحضنه بقوة قوي عشان يهنيه. الراجل ده كان مين؟ طلحة ابن عبيد الله. كعب فضل فاكر الموقف ده طول عمره وقال: لا أنساها لطلحة. وده يثبت لك إن جبر الخواطر في اللحظات الصعبة عمرها ما بتتنسي. كعب قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا المشهد اللي بيدوب الحجر. كعب بيبص لوش النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيعرض عنه طول 50 يوم. دلوقتي كعب كان بيقول: وجهه يبرق من السرور كأن وجهه قطعة من القمر. النبي صلى الله عليه وسلم بابتسامة نورت الدنيا كلها قال له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يا الله، كعب من كتر ما هو كان عايز يتأكد إن دي مش مجاملة
سأله سؤال دقيق جدا: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا، بل من عند الله. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تفسير الآية ده: توبة من السماء السابعة، اتكتبت في القرآن وستتلى لحد يوم القيامة. لحد هنا القصة الدرامية خلصت، بس احنا يمكن مش بنحكي قصة من أجل التسلية، احنا بنتعلم دين. الإمام ابن حجر والعلماء خرجوا من الحديث ده يمكن عشرات الفوائد الفقهية. تعال بس أقولك على 5 دقيقين شوية. أول حاجة: خطورة المعصية، قوة الابتلاء لأهل الإيمان. كعب كان بطل من أبطال الإسلام، ومع ذلك لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم ما عملوش استثناء عشان مكانته. بالعكس، ابن حجر كان بيقول إنه القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ الضعيف. المنافقون كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، صح، النبي قبل عذرهم وسابهم لربنا، بس كعب عشان إيمانه قوي كان لازم يتربى ويتمحص. فكل ما إيمانك زاد كل ما اختباراتك هتبقى أدق في أقل غلط بتعمله. تاني حاجة: إن بيجوز ترك الصلاة الجماعة للمهجور. تخيل كده معايا 50 يوم لل3 أشخاص دول كانوا بيفضلوا قاعدين في البيت، ما بيروحوش يقعدوا في المسجد ولا يصلوا في المسجد، والنبي ما عاتبهمش على ترك صلاة الجماعة. والعلماء قالوا إن من عوقب بالهجر أو كان منبوذ يعذر في التخلف عن صلاة الجماعة إذا عجزت نفسه عن نظرات الناس ليه. تخيل بقى معايا إن الشريعة بتراعي النفسية إزاي. تالت حاجة: الحكم بالظاهر ووكل السرائر إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أعذار المنافقين 80 رجل، مش كده؟ مع إنه عارف إنهم كذابين، بس ليه؟ لأن القاضي أو الحاكم في الدنيا بيحكم باللي قدامه، محدش في الدنيا بيشق عن قلوب الناس، بس في نفس الوقت الكذب بينجيك في الدنيا مؤقتا بس بيفضحك في الآخرة. رابعا: كلمة الله ورسوله أعلم. ده ما يعتبرش أي كلام. لما كعب راح لأبو قتادة وقال له: أنشدك بالله، فاكر؟ أبو قتادة رد عليه وقال له: الله ورسوله أعلم. العلماء أخدوا منها حكم فقهي دقيق جدا. لو أنت حالف إنك أنت ما تكلمش شخص وهو سألك فرديت عليه وقلت له الله أعلم، ده ما يعتبرش كلام يكسر الحلفان، لأنك هنا بتنفي علمك مش بتفتح حوار معاه. خامس حاجة: خطورة الفتنة وقت الضعف. رسالة ملك غسان من أكبر دروس العقيدة. يمكن لما يجيلك ابتلاء يكسرك توقع إن الشيطان هيبعت لك مخرج كله حرام، وهيبقى متزين لك كده بالذهب، زي ما ملك النصارى بعت لكعب رسالة هروب، بس كعب عمل إيه؟ رماها في التنور. الفايدة هنا إيه بقى؟ المبادرة بقطع دابر الفتنة. ما تقعدش تفكر في غلط وتقعد تشوف ممكن اعمله، طب ممكن ايه. ما تسيبش الباب موارب للشيطان، اقطعه فورا بالنار زي ما كعب عمل. في وسط بقى الفرحة دي، بعد ما خدنا كام نصيحة من القصة واللي حصل، كعب قال جملة بتلخص يعني ايه توبة بجد. قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله. يعني عايز أطلع كل فلوسي لله، الفلوس والحدائق كلهم اللي خلتني أتكاسل وأتأخر عن الغزوة أنا مش عايزها. هنا بقى حكمة المربي النبي صلى الله عليه وسلم. قال له إيه؟ أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فده يمكن درس تربوي ضخم. توبة مش معناها انك تدمر حياتك كلها الدنيوية. توبة مش جلد ذات خليك تفقر نفسك او تعتزل الحياة. الاسلام دين توازن، تغلط وتتوب وترجع لربنا، بس تحافظ على حياتك ومالك وشغلك. امسك عليك بعض مالك. ربنا بيحبك غني وقوي ومؤمن، مش فقير ومكسور. فيا جماعة، بعد 3 فيديوهات من المعاناة والألم والفرح، الخلاصة ربنا حطها في آية واحدة من سورة التوبة، نزلت بعد القصة دي مباشرة عشان تكون دستور ليا وليك.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كعب بن مالك قال: والله ما أنعم الله علي نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق ممكن يخلي الناس تقطعك وتخسرك مكاسب كتير في الدنيا، بس الكذب بيسود قلبك وبيوقعك من عين ربنا. الصدق هو طوق نجاة، هو اللي خلى اسم كعب يتخلد في السماء والأرض. فيا رب، اللهم يا تواب يا رحيم، تب علينا توبة نصوحة تطهر بها قلوبنا. يعني ربنا يرزقنا الصدق في القول، الصدق في العمل، والصدق في النية، ولا يكلنا إلى نفسنا طرفة عين. اللهم إن ضاقت علينا الدنيا بما رحبت وضاقت علينا أنفسنا فاجعل لنا ملجأ إليك، وافتح لنا أبواب فرجك ورحمتك التي وسعت كل شيء. فلو القصة دي لمست قلبك وعلمتك حاجة جديدة في دينك، أتمنى متنساش بقى تعمل لايك وشير وتستنى القصة الجديدة الجاية إن شاء الله. خليها مفاجأة، أشوفك إن شاء الله في قصة جديدة ومدرسة جديدة من مدارس الإيمان. استنونا.